بيشرفنا ان عندنا 7 اقسام. الكليه دي يعني داخله دلوقتي فوق ال 10 12 سنه. كان استاذنا الدكتور احمد وحيد ابتدى، الدكتور تامر عبد اللطيف كمل، واحنا كلنا بنكمل وراهم. السبع اقسام دول احنا اتعلمنا في الكليه الام في جامعه حلوان، في فنون تطبيق حلوان، ان نعمل مؤتمرات متخصصه للاقسام مرة أو مرتين في السنة. دي ليها مميزات كتيرة الحقيقة. فأنا بشكر كل السادة رؤساء الأقسام السبعة إنهم عملوا النهاردة 7 قسم بيعمل. النهاردة طبعا قسم الفاشن هتلاقي حضرتك عاملين 3 حاجات، يعني المؤتمر خلص دلوقتي، المعرض، بعد كده في الفاشن شو اللي هو عرض الأزياء بإذن الله. المؤتمرات دي الحقيقة ليها مميزات كتيرة اتعلمنا من أساتذتنا. أول حاجة بيعمل ترويج وتسويق للكلية وللقسم طبعا. تاني حاجة بيعرف الطلبة على السوق نفسه، لأنه احنا كلية تطبيقية، واحنا دايما نقول للطلاب بيساووا مننا، اقول لهم الخبرة لازم تكتسب، لا يمكن ادرسها واعلمها ولا ادربها، لازم تكتسب. فالنهارده لما حضرتك شايف كبريات الشركات في مصر جايين النهارده في المجال بيتكلموا مع الطلبه، فده نقل خبرات مهمه قوي، وترابط الاكاديميه مع السوق المحلي. والنهارده احنا كلنا عايزين نصدر اكتر ما نستورد، ده توجه الدوله كلها، فاحنا بنساهم في ده. الحاجة التالتة ان احنا بنكرم الطلبة الاوائل المتفوقين، فدي وقفة حلوة برضو، هم يحسوا ان احنا حاسين بيهم. بنكرم الاستاف اللي هم بيدرسوا، كل هيئة تدريس سواء معاونين او هيئة تدريس، دي برضو طول السنة هم بيتعبوا، فالنهاردة فرصة ان احنا نقول لهم شكرا. الحاجة التانية بنجيب بقى قصص نجاح من الخريجين اللي هم زي ما حضرتك شفت عاملين براندات وكده، بيجوا يقولوا للطلبة، الطلبة تاخد ثقة ان دول كانوا يوم من الايام طلبة زيهم، النهاردة شغالين في السوق وناجحين. فدي برضو من الحاجات اللي بتبقى مهمة قوي، بتبقى قصص نجاح. في الاخر خالص بيبقى في حوار بقى ما بين الاستاف والطلبة، بيقولوا بقى اقتراحاتهم، احنا ساعات نقول لهم قولوا شكاويكوا كمان عشان دايما نحسن، لان احنا يعني محور الموضوع بتاعنا التعليم هو الطالب. يعني احنا نقول اي كليه فيها طبعا اساتذه اداريين وطلبه، لكن الطلبه هم كلنا عايزين في خدمتهم، يعني نديهم احسن خدمه تعليميه ممكنه، بحيث لما يطلعوا في السوق يتخطفوا. يعني احنا الحمد لله في كل كليات فنون تطبيقيه عندنا طلبه من سنه تانية وثالثه بيشتغلوا، فدي حاجه كويسه قوي. احنا دي بتطمنا ان احنا يعني ماشيين صح، ونتمنى يبقى احسن واحسن. والله الطلبة احنا بنقول لهم يعني ربنا يوفقكم. طبعا في تحديات كبيرة زي ما حضرتك شفت، يعني حتى عنوان المؤتمر يعني الذكاء الاصطناعي، واحنا النهاردة بالصدفة الصبح كنا في مركز دعم واتخاذ القرار في رئاسة الوزراء في العاصمة، ندوة عن الذكاء الاصطناعي، وكلنا بنتكلم ان ازاي نستغل الذكاء الاصطناعي ده يبقى اداة، يبقى شريك ابداعي معانا. هو ما هوش بديل، يعني الناس خايفة ان هو بديل، لا هو مش بديل، يعني على الاقل الوقت الحالي هو مش بديل، هو اداة لينا. هو بيشتغل اسرع مننا، ما بيتعبش، وبيقدر يجيب معلومات كتيرة، فنستغله ان احنا نطلع احسن منتج عندنا. فاحنا بنقول الطلبة ما تقلقوش من الاي اي خالص، دي تقنية زي ما حصلت قبل كده. احنا دايما نقول مثلا في السبعينات لما الكالكوليتر طلع، اساتذة الرياضيات نزلوا الشارع وعملوا مظاهرات وقالوا الدنيا خلاص يعني، ولا حصل، بالعكس ده عامل مساعد لينا يعني. ودايما اقول لهم على العملي، يعني احنا يعني مهم قوي اللغه، مهم قوي العملي، مهم قوي البرامج الكمبيوتر، يعني مع اللي بياخدوه في الكليه ال3 حاجات دول مهمين جدا عشان يتخطفوا في السوق. النهارده زي ما سيادتك شايف اللغه بقت مهمه، برامج الكمبيوتر في مجال، كل قسم في مجاله ده مهم، احنا بنساعدهم هنا، لكن لازم هو يطور نفسه فيها، وبنساعدهم على التدريب. فال3 حاجات دول لو عملوها مع اللي درسوه، يعني ان شاء الله نتمنى لهم مستقبل واعد. واحنا مصر محتاجة كل واحد منهم انهم يشتغلوا عشان ننمي ويعني نعمل فعلا الصناعة المحلية تزدهر اكتر واكتر. يعني مهم جدا لاسباب كتيرة زي ما قلت حضرتك. اول حاجة الطلبة الصغيرين قلقانين دايما، يقولوا احنا بندرس هنلاقي الشغل مش هنلاقي، فما يلاقوا النهاردة خريجين ناجحين دي حاجة مهمة. تاني حاجة بينقلوا خبراتهم ازاي ابتدوا، شافوا مصاعب. يعني النهاردة في طالبة قالت انا خسرت في الاول، مفيش حد على طول هينجح. زي ما حضرتك شفت برضو المرتبات، يعني النهاردة طبعا مع الظروف كل واحد عايز اعلى مرتب، لكن لازم الطلبة نقول لهم شوية شوية، يعني مش من الاول، يعني كل حاجة هتيجي كل ما يطوروا نفسهم. اصل اللي بيدي مرتب ده عايز عائد، عايز مقابل. فان شاء الله يعني احنا بنساعد في الموضوع ده، وهم لازم يساعدوا نفسهم. التطوير الذاتي ده مهم، مش هينفع بس باللي بياخدوه في الجامعة، لكن النماذج النجاح اللي جم دول لا حاجة هايلة. اولا بتدي ثقة للاستاف ان هم ماشيين صح.
بتدي ثقه للكليه وللقسم، وبتدي ثقه للطلبه ان احنا ممكن نبقى كده واحسن يعني ان شاء الله. الحقيقه ان ده معرض سنوي بيقيمه القسم كل سنه، بيبقى عباره عن عرض المقررات الدراسيه اللي الطالب بيقوم بتدريسها ودراستها هنا. بيقوم ان هو بيكون عمل منتج ديزاين ونفذه، فبنبتدي نعرض المخرجات دي كلها في صورة معرض متكامل بيبين الصورة الكاملة للخريجين في المستويات المختلفة. احنا عندنا 4 فرق دراسية، فكل ليفل فيهم بيخرج مجموعة من المخرجات اللي هي بتكون نابعة من المقررات الدراسية اللي بيقوم الطالب بيدرسها. والمعرض ده بيكون سنوي، بيقام كل سنة في نهاية كل دراسة أو ترم سنوي، وبيكون محصله النهائيه اللي احنا بنعمل فيها شغل الطالب، بحيث ان هو بيبقى فيه زي رغبه في الدافعيه، الناس والطلاب زمايله يشوفوا الشغل بتاع القسم، وبيبقى نموذج حي لمخرجات القسم يعني. وبتخلي برضو الطلبه اللي ما تعرفش عن القسم معلومات كافيه ان هو يبتدي ياخد، وخصوصا طلبه اعدادي، ان هو بيبتدي يشوف الحاجات دي، فيبتدي برضو يحط الحسبان بتاعه هيتخصص في قسم ايه، لان حضرتك عارف ان عندنا هنا 7 اقسام مختلفه. حضرتك شفت ان احنا عاملين زي ندوه كده على هامش المعرض ده. احنا عاملين مؤتمر النهارده بنتكلم عن تحديات صناعه الموضه في ظل الذكاء الاصطناعي اللي هو الاي اي، وجايبين نخبه من الخبراء والفنيين اللي موجودين في صناعه الملابس الجاهزه والموضه، فده كله بيديهم خلاصه التجربه اللي هم مروا بيها خلال تعاملهم في السوق وتعاملهم مع الصناعه والفكر بتاعهم، لان هم كانوا برضو خريجين فنون تطبيقيه في يوم من الايام وبداوا بحياتهم من زي الخريجين بتوعنا السنه دي، فبيدوهم برضو الامل وبيدوهم الطريق وبيدوهم اللي هم الخبرات اللي هي مروا بيها، بحيث ان الخريج بتاعنا يستفيد منها ويبتدي يخطط لمستقبله في ضوء وعي كامل بنصيحه الاخرين يعني اللي هم في التخصص، وان هم وجوه جديده عليه يعني، عشان برضو لو هو عايز يسمع برضو بيبقى وجوه مختلفه عن العنصر الاكاديمي اللي موجود في الجامعه. فاحنا جايبنا ضيوف برضو في مجال صناعه الموضه، بحيث ان هم يدوهم التجربه بتاعتهم ويدوهم السكه رايحه فين، وان هم يبتدوا يعملوا خطوات ايه وينموا نفسهم ازاي ويكتشفوا تخصصاتهم دي تنفع تشتغل في ايه. هنا مع اتحاد الصناعه، وحضرتك هتشوفهم برضو موجودين معانا في فاشن شور اللي هو اللي بيعرض مشروع براند أصيلة ومبتكرة نابعة من البيئة المصرية من تراث بلدنا اللي هي بلاد النوبة. معانا مصمم الأزياء محمد سامي برضو هو مشرف معايا على البروجكت ده. احنا اشتغلنا على التراث الشعبي وقدمنا نموذج حي بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، ان هم هيبتدوا يصنعوا المنتجات دي في مصانع ملابس جاهزه ويصيغوها تاني بالاسلوب الماس برودكشن اللي هو التصنيع الكمي في المصانع بتاعتنا وتحت اشرافهم طبعا. واحنا عندنا هنا بندي للطالب كورسات في تريننج 1 و 2 و 3، تدريب 1 و 2 و 3، ان هو يقوي نفسه، غير ان احنا عاملين بروتوكولات مع بعض المصانع والشركات برضو بيروحوا يتدربوا في بعض المصانع اللي موجوده متاحه جنبنا هنا في المنطقه المجاوره، زي منطقه العاشر من رمضان، السادس من اكتوبر، وبنعمل لهم زيارات ميدانيه كمان للمصانع دي، بحيث ان هو يستفيد اكتر ويبص على الواقع، ونربط ما نبقاش احنا في الاكاديمي بس، لا احنا بنربط الاكاديمي مع سوق العمل مع الصناعه عموما بتعمل ايه وشغالين ازاي. النهارده بنحضر ديفيليه مميز جدا لقسم الفاشون. القسم الفاشون السنه دي عامل تجربه فريده من نوعها، لان احنا فيها دمج ما بين الاكاديميا، ما بين ستاف الجامعه، وما بين خبير التصميم محمد سامي. هو بيجي يعني كان مشرف على الديزاينز من اولها وافكار والانسبيريشن، وسافروا وعملوا دراسات في
يعني مركز الحضاره عندنا اللي هو الاقصر واسوان، وبالذات بلاد النوبه. طلعوا كوليكشن هايل السنه دي الصراحه. وابتدى الولاد في قسم الفاشن مع رئيس القسم دكتور احمد بيبرس ومصمم الازياء العالمي محمد سامي ان هم حاولوا يستفيدوا من كل الاقسام الموجوده في الكليه، وابتدوا يعملوا دمج لخامات كتيره جدا مع الفاشن، بحيث ان تطلع اشكال يعني ديزاينز عصريه بشكل مختلف. فمن ضمن الكولكشنز اللي هم اشتغلوا عليها وكانت صعبه ان هم دمجوا ما بين الخزف كاكسسوارز، وعملوا منها زي حبات خرز ابتدوا يطرزوا بيها، ودي تعتبر حاجه صعبه مش سهله، وطلعوا منها كولكشن حلو قوي. كمان استفادوا بخامات تاني زي الجلد، عملوا انسبيريشن من خامات قريبه من الحاجات اللي هي بنستخدمها زي المفروشات الحصير والبورش، وطلعوا منها كولكشن حلو قوي. الصراحه انا سعيده جدا ومبسوطه بالتجربه اللي هم قدموها، وفكره دمج الخامات بشكل عصري طلعت مميزه جدا السنه دي. فيعني نتمنى لهم كل التوفيق، وان شاء الله يكونوا يعني مصممين المستقبل. بدأت مشروعي أساسي مشروعي من مصدر الإلهام. اخترت إن أنا هختار مصدر الإلهام عن الورد، فطلعت منه تصاميم كتير وعملت منه مصادر إلهام كتير، بحيث إن أنا اخترت منه بعد كده مصدر إلهام وعملت منه الفستان الأساسي اللي هو اللي ورا. أخذ مني وقت كتير قوي ومجهود كبير قوي، وعملت منه يعني مريت بيه بصعوبات كتير قوي. الخامات اللي أنا استخدمتها اللي هي التتان، الأورجانزا، التول، الكتان الأمريكي والكتان الإيطالي. كنت بلجأ لوالدي ووالدتي، هم كانوا معايا من المشروع من اول بدايه للنهايه، وبصراحه تعبوا معايا جدا، وحابه اشكرهم كتير جدا على وقتهم جنبي. النهارده جايه اكفر الفاشن شو الفوتوغرافي، مش فيديو، للديزاينز بتاعت الطلاب اللي في قسم فاشن. بيعرضوا المودلز على الستيج. هي كلمتنا قالت لنا ان هو في فاشن شو محتاجين نيجي نغطيه كريلز وفوتوغرافي. هي والله العين هي اللي بتحسب كل ده، يعني على حسب، يعني هو اصلا التصوير بيبقى يعني اللي هو عينك بتشوف الحاجه ازاي، وان انت تقدر تطلعها بمنظورك ان هي حلوه. والله انا بحب اصور كل حاجه، بحب اكتشف كل حاجه لحد ما اكتشف انا مميزه في تصوير ايه بالظبط. يعني احنا عندنا في القسم، انا لسه بدرس، فاحنا عندنا ان انا بشوف بناخد كل حاجه نصورها، وبشوف انا اقدر اطلع احسن ما عندي في ايه. يعني احنا بنحاول نطلع احسن ما عندنا في كل حاجه طبعا، بس بيبقى ان انا عقبال ما اتخرج، احنا بنبقى 5 سنين عقبال ما اتخرج بشوف انا متميزه في ايه. بس انا لحد دلوقتي بحب اصور كل حاجه. بحس ان هو بيحكي القصه من وجهه نظري بمختصر يعني. بس انا اصلا دخلت الكليه لان انا ماليش في المذاكره والحاجات دي قوي، فدخلت بناء على كده يعني. والقسم انا زي ما بقول لحضرتك ان انا بحب فكره ان انا بقول القصه من وجهه نظري انا، مش من وجهه نظر حد تاني. هو انا شفت الصوره بالشكل ده اخترتها بالشكل ده، ممكن حد تاني يشوف نفس الكاد نفس الحاجه بس بزاويه تانية بشكل تاني يطلع قصه تانية اصلا. فهي تعتبر اول تجربه ليا، فيعني مش عندي صوره كامله، بس بحاول ان انا اتفرج اكتر على الفاشن شو كده، اشوفهم الزوايا بتاعتهم، بس يعني ان شاء الله اطلع حاجه كويسه يعني. هو كان انسبايرد بكينيا من قبيله اسمها سومبارو. احنا كنا بنحاول ان احنا نعمل ميكس ما بين الكالتشر وما بين الترند، ان احنا نعمل حاجه شكلها ترندي، وبرده ناخد من السيمبلز واللي هي والافكار والتطريزات بتاعتهم هم. فعشان كده انا الفكره بتاعتي كانت ان انا الفيست هي من الحاجات الترندي قوي دلوقتي، وكان احنا كلنا كنا متفقين مع الدكتور وكده ان احنا هنعمل تطريزات. فحاولت ان انا ما اخدش التطريز زي ما هو او السيمبل زي ما هي، احاول احورها واخليها مودرن اكتر. وطبعا دكتور رشا طبعا هي اكتر دكتور كانت بتشجعنا وبتخلينا دايما ان احنا نطلع احسن حاجه عندنا. وبس يعني. والساند ستورم كولكشن انا سميته كده عشان هو في افريقيا، ويعني كل حتى البلد بتاعتنا كانت ترابي، كانت بيجات ابيض، كانت حاجات ترابيه قوي.
يعني كنا بنشوف افكار الدكتور، ورتنا المشاريع القديمه برضو. فكنا احنا حتى الالوان اتناقشنا فيها، الغرزه اتناقشنا فيها هتبقى شكلها عامل ازاي. فكانت كلها يعني تعاون ما بيننا احنا والدكاتره، بيساعدونا جدا، بيفهمونا المطلوب بالظبط، وبيسمعوا ارائنا برضو. انا طلب مني تصميم فانتازيا بادوات ميتاليك، واستخدمت ادوات زي مثلا المفرش بتاع السفره، بس حرقته عشان اعرف ان انا اشكل الاشكال اللي انتوا شفتوها. واستخدمت حجار برضو بالوان ميتاليك عشان ان انا ازين بيه الحتت اللي جمعتها من المفرش. واستخدمت سلاسل ان انا اعمل بيه التوب بتاع الدريس، وجمعت السلاسل دي بدبابيس اللي هي القديمه بتاعت الطرحه المشبك. واستخدمت في السكيرت من تحت الزينه بتاعت رمضان اللي هي السيلفر دي. هو كان مطلوب مني اللي هو اعمل فستان فانتازي من الميتاليك، فانا اخترت ان انا اعمله في السي دي. فاخترت سي دي واخترت كانسون اسود عشان الزق عليه السي دي، وكان في شويه بروسيس كده وبعدين حسيت اللي هو ممكن احط يعني اكتر من حاجه، فعملته كله من السي دي. بس هو خد شهر بس، كان اللي هو بشتغل عليه دايما عشان كان البروسيس بتاعه صعب، اللي هو سي دي واكسره واعمل منه والزقه. فحتى اختيار السي دي كان صعب، اللي هو اختار ماتيريال تبقى كويسه. انا اصلا كنت بحب الفاشن من قبل، كنت اصلا يعني بحب الرسم والحاجات دي، فقلت خلاص ممكن ادخل فاشن. في الاول ما كنتش هدخل فاشن، كنت اللي هو عايزه ادخل برودكت. بعد ما سجلت برودكت فقلت خلاص ممكن ادخل الحاجه اللي انا بحبها، ورحت حولت فاشن. بدأت في الكورساج ان انا اعمل تجارب وعينات كتير علشان اوصل للكورساج اللي انا عايزاه، عباره عن شرايط الجنس خلعتها يعني نسلت الشرايط بتاعه الجنس ونسلت القماش بتاع الجنس، وبدأت ان انا اعمل منه كورساج كامل. فده اداني فكره تانية ان انا اربط ما بين الكورساج والسكيرت واعمل منه مربعات، وابدا ان انا اثبتها او اجمعها بحلقان معدنيه. وده برضو فكره ريسايكل تاني، ان انا استغل الحلقان المعدنيه واجمع بيها عشان اعمل كورساج وسكيرت كامل. تقريبا شهر او شهر ونص. اللي خد وقت اكتر هو الفكره نفسها، ان انا ابني فكره واعمل عينات، ده خد وقت كتير. اول لما عملت فكره والديزاين اتوافق عليه، بدات على طول في التنفيذ، وخد تقريبا شهر ونص على مدار الترم. بدأنا القصة بتاعتنا ازاي، وان احنا استقرينا على المشاريع دي، ان احنا اول حاجة بنشوف ايه الحاجات الترند، ايه الترند اناليسيز، نعمل ترند اناليسيز، بنشوف العالم ماشي رايح فين. بعد كده بنبدأ ناخد الحاجات اللي مناسبة للكالتشر بتاعنا والحاجات اللي هتناسبنا، فبناخدها. كان في ماده ممكن اعمل فيها ديزاين، وفي ماده مش هعمل فيها ديزاين. لو ماده هعمل فيها ديزاين، ببدا ان انا اسكتش ديزاين من اول، واعمل عمليه التصميم كلها لحد ما نوصل لديزاين عجبنا كلنا استقرينا عليه وفي بيحقق كل اساسيات التصميم، فهبدا ان انا اشتغل فيه. الشغل اللي معايا دلوقتي كانت ماده مش ديزاين، هي كانت ماده تريننج. فانا بجيب لبس اوريدي موجود بس مناسب للترند دلوقتي، وابدا ان انا اشوف التكنيكس الترندي عامله ازاي وادرب الطلبه عليها، زي شكل الدريبنج دلوقتي عامل ازاي، اتجاه الكسرات ايه. ممكن احنا نشوف دلوقتي ان الفلاورز طالعه ترندي جدا، فان انا ابدا اعملها بتكنيكس مختلفه. طب انا هحط 2 لايرز، طب انا هحرقها، طب انا هكرفها، طب انا هعمل فيها ايه بالظبط. فهبدا ان انا اجرب كل التكنيكس دي مع الطلبه، ونعمل سامبلز لحد ما نوصل للسامبل الكويسه واللي استقرينا عليها. هنبدا بقى نعمل المشروع بتاعنا. هو مش ديزاين جديد بعمله في ماده تريننج، هو ديزاين موجود بس بتعلم فيه التكنيكس الجديده الترندي اللي اقدر بعد كده لما ادخل ماده ديزاين استفيد بيها، بان انا اعمل ديزاين جديد بس استخدم فيه التكنيكس اللي انا جربتها قبل كده في مواد التريننج وعرفت اتقنها كويس جدا. طبعا الطالب وقت ما بيجي يشتغل مش بيلاقي الدنيا سهله، وبيبدا ان هو يحط القماشه ويشتغل وكل حاجه بتتحل معاه. احنا عندنا مشكلات كتيره بنواجهها وقت ما نيجي نحط القماش على المانيكن مثلا عشان نبدا عمليه التصميم او نبدا عمليه التصنيع. فهحط القماشه مثلا هيظبطها لي والدنيا شكلها حلو جدا، بس بعد ما هيشيلها هلاقيها معوجه واتغيرت تماما عن اللي احنا كنا حاطينها. فممكن المشكله ان هو حط اتجاه النسيج غلط وهو ما يعرفش ده، فابدا ان انا اساعده واوجهه، اقول له لا ده المفروض ان احنا في الاول بنظبط اتجاه النسيج ازاي على القماش، وابدا احطه مناسب للخطوط اللي انا بعملها على المانيكان اللي هو زي الخطوط الرئيسيه في الجسم مثلا. دلوقتي حابه اكلمكم عن السكشن بتاعي. كان عباره عن برايدل
بريدل وفي واحد سواريه، كان مع 2 دكتورز محترفين، دكتور ايمان ودكتور رباب. دكتور رباب اول حاجه كانت عايزانا نعمل حاجه مختلفه جديده، وانا في الدريس بتاعي استخدمت فيه دانتيل، استخدمت فيه الدانتيل وحطيت فيه ماتيريال الميكادو which is ان هي تميكس بينهم، وبحيث ان انا لما حطيت الدانتيل على الميكادو الفابريك طلعت حلوه قوي. وطبعا لازم انقي لون الدانتيل والحرز اللي في الدانتيل نفس لون الماتيريال اللي انا هحطها تحت، واستخدمت معاه برده ماتيريال الكرينكل از سكارف ان انا احطه على الكتاب. يعني الدريس البرايدل اخد مني بالظبط 2 days. اكيد كلكم هتستغربوا بس هو اخد مني كان يعني كنت بصحى من 8 الصبح بالليل، قعدت فيه يومين كاملين لان كنا اتزنقنا في الوقت قوي، بلس ان انا كنت حابه الدريس قوي، كنت بعمله بحب قوي، وانا من النوع اللي هو انا لما برسم سكتش انا هعمله بحب وهطلعه البيس اللي في دماغي بالظبط، حتى لو قعدت كتير قوي لا ستيل هطلع اللي انا عايزاه علشان ده بيمثلني انا، الدريسز دي بتمثلني انا.